في ناس بتدخل رمضان وتخرج منه زي ما هي، مفيش حاجه فيها اتغيرت، وفي ناس تانية بتدخل رمضان وبتخرج تشكر ربنا على نعمه تغيير قدرها كله. ايه الفرق ما بين الانسان ده والانسان ده؟ ان الانسان اللي دخل رمضان وخرج زي ما هو كان شايل داتا كبيره جدا، خوف، الم، حزن، احساس بذنب، طاقات سلبيه، حاجات كتير جدا 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 لخبطاه من جوه، فلما دخل خرج زي ما هو لان ما كانش مستقبلي. اما الناس التانية دي اشتغلوا على نفسهم كويس قوي، نظفوا جسدهم وذاكره جسدهم، نظفوا المشاعر اللي جواهم، وكانوا على يقين. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه؟ ان احنا ندعيه واحنا موقنين بالاجابه. يعني ايه موقنين؟ يعني واثقين. ده حال ايه؟ حال قلب. عشان كده انا عملت كورس نشوة النور، رحله مدتها 40 يوم، بشتغل في الاول على تنظيف الجسد، تنظيف المشاعر، عشان تكوني في حاله اليقين اللي تقدري فيها في رمضان كله تكوني من فئه المتقين. لن تتخيلي لما توصلي لده اللي هيحصل. لو انت عايزه رمضان السنه دي يكون مختلف بشكل رهيب، انا هكون معاكم يوميا لمده 40 يوم من نص شعبان لحد نهايه رمضان. والله العظيم هتدعوا لي من قلبكم وتقولي الحمد لله والشكر لله يا رب ان انت وهبت لي المعلومات دي. لو انت عايزه تكوني معانا في الرحله دي، في الصحبه الجميله اللي انتوا هتشوفوها في الجروب وفي الكوميونتي، لانك تطبقي، يعني تطبقي، هو مش معلومات بس، اكتبي في التعليقات كلمه نشوة النور الرحله الأربعينية، وهيتواصل معاكي حد من الفريق يشرح لك الخطه كامله.